أنكم تسجلوا هذا اللايف وانشروه. هذا اللايف ليس عليه حقوق للنشر أبدا. هذا اللايف أريده أن يصل إلى كل مغربي في التيك توك وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي، بل إلى جميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. أنا أتمنى أن هذا اللايف يصل إليهم. لذلك أنا أترك لكم المجال أن تنشروه وأن تعيدوا نشره وتأخذوا منه ما شئتم. خذوا من هذا اللايف ما شئتم، ما في عليه لا حقوق ولا هم يحزنون. صوروه، نزلوه، سجلوه، اعملوا لايف، نزلوه في اليوتيوب، افعلوا ما بدا لكم. أولا وقبل كل شيء أبشركم جميع متابعي أسعد الشرعي، المحبين لأسعد الشرعي، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، أنا أعلن لكم اليوم وبكل قوة وبجدارة وبثقة مطلقة أن الحملة التي شنت ضدي، ضد العبد الفقير إلى الله أسعد الشرعي، قد فشلت. الحملة التي شنت علي فشلت رغم أنها كانت حملة منظمة وقوية ومدعومة. سأكشف لكم بعض التفاصيل، لكن هذا إعلان للذين شاركوا في الحملة والذين استاءوا من حملة خبيثة. حملة خبيثة استخدموا التشويه والكذب والتدليس والاجتزاء من المقاطع وإخراج كلامي عن سياقه والتحريض. كل الأدوات القذرة استخدموها ضدي، واستخدموا المال. وأنا الآن سأحسب لكم حسبة خطيرة جدا أنتم كلكم ما كنتم تعلمونها. كم كان يصرف في اليوم لتشويهي، كم كان يصرف لهذه الحملة. لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع، عليكم أن تدركوا أنني لا أتكلم عن الأصوات التي كنتم ترونها تسبني في التيك توك. لا، هؤلاء مساكين شافوا أن الحملة مدعومة، ركبوا مسألة السبوعة والحمرة والبعرة. أنا لا أقصد لا فلان ولا علان ولا شيء من الذين انتم اعتدتوا أن تروهم يسبوني، لا، سأتكلم عن من يدير الحملة في الخفاء خلف الكواليس، ومن الذي كان يدعم، وكم كان الدعم، كم كان يصرف في اليوم من الأسود والنمور والقطارات، إلى درجة أنه محول التيك توك إلى حديقة حيوانات أجلكم الله، كانت تصرف من أجل أسعد الشرعي. ما هي الأهداف من هذه الحملة؟ وما هي الأغراض من هذه الحملة؟ وما هي المتارس التي كانوا يتمترسون خلفها؟ وهل فشلوا؟ أنا أقول لكم أنهم فشلوا ووصلوا إلى طريق مسدود، وحتى الداعم نفسه الذي كان يدعم توقف عن الدعم، وبذلك تفكك ذلك الحلف الذي تجمع لقلة الخير. تجمعوا ضدي كلهم، لم يجمعهم شيء رغم أن بأسهم بينهم شديد. وقلت لكم وما يزال بعض الإخوة المغاربة يقولون الشعب يريد التليفون الأحمر. التليفون الأحمر هذا خطير وفي إثباتات، لكنني لا أستخدم هذه الأساليب. أولئك الذين اجتمعوا ضدي بأسهم بينهم شديد، هم أعداء بعض وهم خصوم بعض، لكن جمعتهم الأسود والطمع والأغراض في النيل أو محاولة اغتيال أسعد الشرعي تيك توكيا. أنا لا أتحدث عن من قلت لكم أن أنا يعني إنجاز التعبير، وسامحوني يا أخوان الكرام أن أسميهم تسمية جديدة. شفتوا عندما يموت الميت أحيانا، عندما يكون العزاء يقوم أولياء الميت باستئجار نائحة، يعني شغلتها أن تنوح وتبكي على ميت هي لا تعرفه أصلا، ويعطوها فلوس، وكلما أعطوها فلوس أكثر كلما زاد النواح وأبدعت في النواح وتتغنى بذلك الميت وهي ما تعرفه، وتبكي وتنزل بكاء هي ما تعرف الميت، لكن هذه شغلتها. نائحة مستأجرة، ما دام في مال مستعدة تنوح على أي واحد، وتلمع الميت هذاك اللي كنت كذا واللي كنت، حتى لو كان طرطور الميت تلمع هذه النائحة المستأجرة. أو أقربها لكم أنتم كمغاربة، النقافات. شفتوا النقافات شغلتهن صلاة السلام عليك يا رسول الله محمد. أنا أستطيع، إما اختاروا أنتم سموهم نوائح مستأجرة أو نقافات. سامحوني أنا هنا يعني أوصفهم بوصفهم، إلا إذا كانت حالتهم المالية كانت متعبة وركبوا موجة الهجوم على أسعد الشرعي من أجل أنهم يكسبوا. الله يا أخي يرزقكم، وأنا نفسي والله العظيم قد أعطيت لكم ضوء أخضر
قلت من أراد أن يركب الموجة وحالته تعبانة ومرته مضايقته وما عنده أكل عياله وكذا، وشاف الحمرة والبعرة والأسود والحمير تنهال كلما هوجم أسعد الشرعي، هاجموني. والله أن هناك من اتصل يستأذن. لا أنا أريدكم يعني تدخلوا اللايف وأنتم كذا مسترخين، لأنه سندخل في المواضيع حبة حبة، وسأترك لكم بعدين المجال إن شاء الله تتكلموا براحتكم وتعلقوا على كلامي كما تريدون. بعضهم من كان يتصل يقول يا أخ أسعد والله أن حالتي تعبانة، واسمك مكسب هذا الأيام، اسمك بيجيب فلوس، تسمح لي يا أخي هاجمك؟ قلت له أنا سامح لك. ومع هذا رحت عملت مقطع وأنا في أسبانيا، قلت يا جماعة الذي حالته تعبانة والذي عنده طمع في مال أو في شيء وشايف أنه في داعمين في دعم سخي يسب، المهم تحصلوا فلوس. الذي حالته تعبانة الله يرزقك يا أخي، الله يرزقك. أما الذي طمع فأنا أسمحه إما نقافة وإما نائحة مستأجرة وإما متسولية تيك توك، المتسولين باسم الوطنية، باسم المقدسات، باسم الرموز، وهذه الأمور كلها سننسفها اليوم، سننسفها نسفا. ادعاء أنه الحرب على أسعد الشرعي كانت دفاعا عن المغرب، هذه اليوم أنا أدق أمها. اليوم سأنسف هذه الفرية. من كانوا يقولون عندما تسألونهم يا جماعة لماذا هذه الحملة على أسعد الشرعي؟ دفاعا عن الوطن، دفاعا عن المغاربة، دفاعا عن المقدسات. هؤلاء اليوم سأضعهم في حجمهم الطبيعي وسأنسف هذه الفرية. أنا كلفت شخص بعد أن وصلت المغرب تقريبا ب4 أيام كانت الحملة في ذروتها. الحملة استمرت 60 يوما، أكثر من شهرين والحملة مندلعة. خليني أقول لكم التفاصيل التي أنتم عارفينها. أنا كلفت واحد من الشباب، قلت له أنا أريدك اليوم تتفرق من فجر لا هجر، من فجر إلى أن تنام، أريدك أن تتفرق وتحسب لي كم عدد الأسود وكم عدد النمورة وكم عدد الحمير وكم عدد البقر وكم عدد حديقة الحيوانات وكم الهدايا التي ستنهال على من يهاجمني، واعطيني تقرير. قل لي أنت كم تصرف من الأسود على غيري، مثلا إذا هاجموا تبون كم تصرف أسود، إذا هاجموا شنقريحة كم تصرف أسود، إذا هاجموا البوليساريو كم تصرف أسود، وإذا هاجموا أسعد الشرعي كم تصرف أسود. صاحبنا عمل لي تقرير، اتصل بي في الليل قال لي يا أخ أسعد، أولا هذه الأسود لا تظهر إلا إذا تم الهجوم عليك، هذه أكدها لي. قال لقيت لايفات كانت ضعيفة، حتى ما عليها إقبال ولا أسود ولا حمير ولا قطط ولا حدا عطاهم شيء، لكن اللايفات التي متخصصة في تشويهك والتحريض عليك والكذب عليك والتحريض عليك والكذب والدجل عليك والهجوم عليك، كانت كلما المتحدث كلما كانت النائحة المستأجرة تبدع في النيل من أسعد الشرعي كلما كانت الأسود تنهال. كانت الأسود تنهال إذا هوجم أسعد الشرعي فقط. هذه ضعوها هناك على جنب وثبتوها، ضعوها بين قوسين. الأسود لم على مدى شهرين لم تكن تظهر إلا إذا تم الهجوم على أسعد الشرعي. يا صاحبي أقول له في مغاربة بيهاجموا تبون، مغاربة التيك توك لا تقولوا عممنا. هؤلاء الذين يهاجمونني هل يهاجمون تبون معي؟ هل يهاجمون إبراهيم غالي معي؟ هل يتكلمون عن القضايا الوطنية؟ هل يتكلمون عن أي شيء؟ قال لا، متفرغين لك كل شيء، ينتظرونك متى تغلط، ينتظرون رمشة العين، ينتظرون حركتك، ابتسامتك، كل شيء، متى يعملوا منها مادة حتى تأتيهم الأسود. قلت له كم عدد الأسود الذي أحصيت أنت؟ قال أنا أحصيت 25 أسد في أكثر من 6 أو 7 أو 8 لايفات. 25 أسد. الآن أنتوا اللي تعرفوا تحسبوا احسبوا. قال هذا الأسود فقط، غير القطارات والورود والفيلة بس احسبوا الأسود واحسبوها 25 بكم، كم تطلع $، ثم حولوها بالدرهم ستجدوا أنه كان يصرف
على أسعد الشرعي. طبعا بعد أن يأخذ التيك توك نسبته والنوائح المستأجرة والمتسولين يأخذوا نسبتهم، كان يصرف ما يعادل $1000 أقل شيء، يعني 10,000 درهم في اليوم كانت تصرف لتشويه أسعد الشرعي. طيب من أنت يا أسعد الشرعي؟ من أنت؟ ليش مكبر حالك؟ أنتوا شفتوا حجم الهجمة، شفتوا حجم الهجمة شرسة، كانت شرسة، أثرت على ناس كثر. في ناس جبنوا، في ناس باعوني، في ناس تخلوا عني من تحت تأثير الهجمة وتحت تأثير ناس من المقربين. كنت أراه يهرب يقول لي ناس يا أخي ما أقدر أظهر معكم، أنا محرج من فلان. جبنوا، في ناس جبناء تأثروا بهذه الحملة. طيب ليش؟ أولا ماذا كانت أهداف الحملة؟ أهداف الحملة معروفة، سأقول لكم الآن أهداف الحملة، وثم أقول لكم من هم الذين كانوا داعمين لهذه الحملة. خليكم من النوائح المستأجرة والنقافات اللي كنتوا تشوفوها يومي، هؤلاء ليسوا موضوعي الآن حتى نفهم. أنتم ستذكروا فلان علان، والله إنهم مساكين يعني متسولين، ابحثوا عن أسد، عن ما وطنية ولا بطيخ ولا هم يحزنون. خلاص هذا الأمور سننسفها الآن بعد شوية. قال يعني ما الهدف؟ الهدف هو كان معلن: تدمير منصة أسعد الشرعي. تدمير منصة أسعد الشرعي يعني اغتيال أسعد الشرعي تيك توكيا، ألا يبقى له وجود. نهدد كل من يدخل عنده، كل من يدخل عنده نصفه بالخائن وبالمنبطح وبالمذلول وبالتافه وفعلا ناس خافوا وناس جبنوا. أنا أقول لكم هناك من بقي ابن ناس ومحترم وقراره في رأسه ولم يخضع للوصاية، وصاية النقافات عليه أنه لا تذهب واذهب وتعال، وبقيوا مع أسعد الشرعي صامدين. وفي ناس لو أذكر لكم الأسماء ستنصدموا ممن خافوا. والله أن أحدهم رآني في السوق هذا اللي عند فندق رونالدو هنا، وقال للشخص اللي اسمه قال له سعد أنا آسف ما أقدر أجي أشوفه لأنه علينا ضغوطات وكذا. إذن الهدف الأول هو اغتيال المنصة وأن يوقفوا هذه المنصة، المنصات كلها، تيك توك واليوتيوب، خصوصا التيك توك. هم أرادوا التيك توك بشكل كامل بحجة أنه سعد الشرعي يعني براني، وهو كان رأس المدفع في النيل من التبونيون، وهو الذي حلل النفسية التبونية، هو الذي أصاب النظام التبوني في مقتل. وقالوا بعضهم هكذا من شداد الآفاق، وطبعا ليس هدفهم لا وطني ولا شيء. لو كان هدفهم وطني انتش خسران. جالك واحد من اليمن يعري لك التبونية، جالك واحد من أقصى المشرق يربي لك التبونين ويخليهم متقزمين، يخليهم يحركوا الدولة كاملة، ويستضيف دكاترة مغاربة ومؤثرين مغاربة داخلين خارجين على القناة، كما اعترفوا هم أنهم قصموا ظهر النظام الجزائري عندي. إذن لو كنت وطنيا أنت وأنت محبا للمغرب، لماذا تكره هذه المنصة؟ لماذا تكرهها؟ لماذا تريد إغلاقها؟ يعني إذا حاول التبونيون إغلاقها عادي لأنها فضحتهم، لكن أنت ليش تحاول تبعدها؟ لأنهم قالوا إيش؟ قالوا يعني بعضهم أنا طردته، بعضهم أنا تخليت عنه، قلت لهم شيء لئيم، بعضهم لئام لؤم من بيتهم، غدار، غدر، منافق، طلعه وصلحه وعلمه وربيه واعطيها الفرصة وخليه يقسم ظهر الجزائر واعمل منه شيء، وفي الأخير يخرج يحاربني ويقول لك إغلاق. حشومة يا جماعة، لازم من منصة مغربية. عادي يا أخي، اعملوا منصاتكم. أصلا أنا شاهد مشرقي، لذلك يتألم مني التبونيون، والمفروض أنتم تفرحوا. لماذا هذا الإبداع في صناعة الأعداء؟ والله يا أخواني المغاربة، لولا أنني أعشق هذا البلد وأحب هذا البلد وأعلم عن مغاربة الواقع أنهم ليس لهم علاقة بمغاربة المواقع، لكنت قد كرهت هذا البلد من هؤلاء اللئام. لكنني أعلم أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم وأنهم مجرد متكتكين.
كانوا يريدون أن ينهوني اغتيالي في التيك توك. أيضا من أهدافهم أنهم يريدون أن لا أتي إلى المغرب. كانت زياراتي للمغرب تقتلهم، تنحرهم من الوريد إلى الوريد. كانت تعريهم. حاولوا عبر التحريض أنهم يوجدوا مناخ عام أو يصل الخبر إلى الجهات المختصة أنه هذا عدو للمغرب. طبعا هم هنا يحتقرون بلادهم، يظنون أن المغرب تدار من التيك توك، وأنه الجهات الرسمية هذه عاملت لهم حساب. لذلك كانوا يحاولون قدر المستطاع أنه أنا أمنع من السفر والدخول إلى المغرب. وهذه معلومات من جهات رسمية أنه تم التواصل وتم محاولة التأثير على الجهات الرسمية في المطار أنه هذا عامل مشاكل وهذا عامل له كذا وهذا، وراحوا للزبالة وجابوا المقاطع القديمة وأنا أسيء الرموز، وأنه هذا بيعمل لنا شق وسيعمل شرخ وسيشرخ، وأنه جاي يعمل فتنة في المغرب إلى آخره. رغم أنني جاي محب للمغرب، أشغل لكم الكاميرا، رحت الصحراء، رحت الشمال، أبرزت أماكن ما كان يعرفها كثير من المغاربة. وهذه شهادة من المغاربة، من مغاربة الخارج يقولون أقسم بالله تعرفنا على بلدنا منك، تعرفنا على بلدنا أكثر شيء من عدستك أنت أسعد الشرعي. حاولوا قدر المستطاع أنهم يمنعوني من الدخول. شوفوا كيف مسألة السقوط، مسألة الفشل توالت. أولا سقوط المنصة ما استطاعوا أن يسقطوها، ما زال أسعد الشرعي قائما، ولو أن المنصة يعني بادئة، ومنصتي القوية بلغوا بها وحرقوها وطيروها. ثانيا أرادوا منعي من السفر، فدخل أسعد الشرعي من الباب الواسع من مطار مراكش أمام الضباط وأمام العسكر وأمام المخابرات، بل ووجدت تقدير واحترام، ولا أقف لا في طابور ولا في مكان ولا في شيء. سلطات المطار: أستاذ سعد سير يمني، مرحبا. وأنا أقول وين المتكتكين هذا؟ أين النقافات؟ هذا أيضا سقط أول ما حطت رجلي في مطار مراكش. وأنا قلت لكم وأنا في بريطانيا، قلت شوفوا هذا الفقاعات الذي ترونها، هذا الحملة. حتى خاطبت الذين ينفقون أموالهم، الذين ينفقون بالأسود وينفقوا $1000 في اليوم لمهاجمة أسعد الشرعي. قلت لهم من بريطانيا، قلت لهم ستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة. أنتم نسيتوا أنكم بتحاربوا المرضي، أنتم ناسين بتحاربوا مرضي الوالدين. والله العظيم أنتم ناسين أنكم بتحاربوا المرضي وأنتم مساخيط الوالدين. أنتم مساخيط. وإلا كان المفترض تتصالحوا مع أنفسكم وتعرفوا أنه أنا لست عدوا للمغرب، وأنه سلطاتكم محترمة، وأنكم تنتمون إلى دولة محترمة تدار بمؤسسات محترمة. قلت لكم أيضا من بريطانيا وأنا في بريطانيا، قلت لهم دعوهم سأنسفهم بمجرد أن تطأ رجلي أرض المغرب الشريفة. وفعلا من أول لايف من داخل مراكش بدأوا يترنحون وخرجوا من حالة التوازن إلى حالة انعدام التوازن. ازدادت الهجمة، خرجوا عن طورهم، تحولوا إلى ناس معتوهين، ناس مرضى نفسيين. فشلوا في إسقاط المنصة، فشلوا في منعي من دخول البلاد، فشلوا أيضا في راهنوا بعد ذلك، قالوا أسعد دخل البلاد، أوكي السلطات الرسمية سمحت له، لكن الشعب المغربي سيلفظه وسيحارب في الشوارع وسيهان في الشوارع وسيسب في الأسواق. والله العظيم يا جماعة لم يسبني شخص واحد، بل أن الجميع كان يقول لي امسح فيني بلاوي النقافات ولا امسحهم فينا. أيضا هذا فشل. الخيار الشعبي وتحريض الشعب المغربي علي بأنني سبيت، وراحوا للزبالة وطلعوا مقطع وأنا من المقاطع القديمة، واستغلوا اسم الملك واسم السلطات للتحريض علي. لم يسمعهم مغربي. والو دخلت في الأسواق، مشيت، استقبلني الناس أكثر من أي مرة. الذي نجحوا فيه أنهم خوفوا البعض، فالبعض كان يتحرج أن يظهر معي، كان يقول يا أخي سعد في ظل هذه الهجمة قد نتعرض يا أخي، نسائنا أطفالنا. أنتم خوفتم الناس بقلة الأدب، خوفتوا الناس، النقافات هذول خوفتوا الناس بقلة الأدب،
كان بعضهم يقول يا أخي هذا بيطلعوا يسبوا أمي وأختي وكذا، خليني بعد يا أخي سعد كذا، وأقول له عادي عادي ولا يهمك، ما في عندي مشكلة والأمور طيبة وما فيش أي حاجة. لاحظوا الفشل، فشلوا في إسقاط المنصة، فشلوا في منعي من دخول البلاد، فشلوا من تحريض المغاربة عليه، بل فشلوا حتى من التأثير في الدائرة القريبة من أسعد الشرعي. الدائرة القريبة اتصلوا بهم على شخص. تخيلوا بس شغل النقافات، وأنا راقد، أنا نايم، أنا من الساعة 11 أنا نايم، وهم التليفونات هذه قبل أن آتي ب4 أيام وهم شغالين اتصالات. والله العظيم أقسم لكم بالله أنهم اتصلوا بكل شخص له علاقة به من الدائرة القريبة من المغاربة، وعلى رأسهم عبد الواحد هذا هددوه. عبد الواحد الرجل الأصيل المحترم الذي قال لهم ليس لكم وصاية علي، هذا أخي وهذا صديقي، وما دام دخل من الباب الواسع من مراكش والسلطات المغربية راضية عنه مرحبا. والله أنه فرغ نفسه رجل مقاول، ومع هذا مشى معي رحلة استغرقت ما يقارب 5000 كيلو. ضربنا عبد الواحد وبقية الإخوة وكثير من الذين كانوا حولي جبنوا قالوا عفوا والله ما نقدرش، علينا حملة وعلينا ضغوطات، هددونا بالقتل، هددوني بأمي، هددوني بأختي، هددوني بكذا. وجبن كثير منهم خاف، افتجع وهو يعلم أن النفاق في منافقين في تيك توك هذا أنا لم أرى نفاقا في أي مواقع تواصل مثل التيك توك. النفاق وانعدام الثقة في النفس. أنت كيف تسمح لواحد يفرض الوصاية عليك؟ أنت الذي خفت وجبنت. أنا بالنسبة لي مش بحاجتك، أنا لا أرتبط بأي شخص داخل المغرب أصلا. أنا هذا البلد أرتبط بالتراب، بالهوية، بالجو، بالمؤسسات، بالمطار، بالحكومة، ما أرتبط بشخص. لو تخلى عني كل المغاربة سأبقى أسعد الشرعي، أخذ سيارتي وأسوق أنا. لكن الذين جبنوا بعضهم يعرفني تمام المعرفة، أقنعوه أنه أنت إذا مشيت أسعد الشرعي فأنت عدو للوطن وأنت عدو للملكية. شوفوا التهم الذي كانوا يلصقوها بمن يساعدني أو من يستضيفني أو من يمشي معي. أنت عدو الوطن وأنت عدو الملك وأنت عدو الملكية، لأنك إيش؟ استقبلت سعد الشرعي. هذا سننسفها كلها. بس أقول لهؤلاء الذين جبنوا والذين خافوا أنه فلان اتصل به من دولة ما وقال له لو سمحت اسمع، أسعد جاي بعد يومين، أنت بتمشي معه. أسعد جاي بعد يومين، أنت بتضيفه. أسعد جاي بعد يومين، وفر البسطيلة لعيالك، لا تأكل سعد الشرعي. جبنتم، سمحتم لشخص يفرض عليكم الوصاية ويتعامل معك كمرته، كأنك زوجته مو رجال لك كلمتك. الأوامر تطلق على الزوجة والعيال. أنت كيف سمحت لنفسك أن واحد يفرض عليك الوصاية وأن يحدد لك من تستقبل ومن لا تستقبل ومن تقابل ومن لا تقابل؟ كيف سمحت لنفسك أنت؟ جبنتم. أيضا أحيي الآخرين الذين قالوا لي كردة فعل لمن يحرضون، بعضهم حرضوه، قال حرضوني نكاية فيهم، أقسم بالله أسعد أنك ضيفي. لكنني قلت له هؤلاء الرجال المصائب غربلت لي الناس يا جماعة. أنا أولا أقسم بالله أشكر من قاموا بهذه الحملة. أنا لم أخبركم الآن من الداعم ومن المخطط، أنا الآن قاعد أكلمكم عن النقافات. أشكرهم لأنها بيّنت لي الناس، بيّنت لي معادن الناس، بيّنت لي المغربي المحترم من المغربي الخواف، من المغربي الرعديد، من المغربي الجبان، من المغربي المنافق. بيّنت لي المغربي الأصلي من المغربي المتاجر بالتمغربيت والمتاجر بالوطنية. فشلت الحملة، حملتهم على أسعد الشرعي سقطت، أعلنها الآن أنا من داخل مراكش. حملتهم على أسعد الشرعي سقطت وبالضربة القاضية، وتم تحطيم كل المتارس التي كانوا يتمترسون بها بما فيها الوطنية والملكية وأنهم يدافعون عن الوطن وتمغربية الشعب المغربي. كانوا يقولون ماذا؟ عندما كنتم تسألونهم والأسود تنهال عليهم لماذا تحاربون أسعد الشرعي؟ الآن أنا أتكلم عن النقافات، أو دعوني قبل أن أتكلم عن النقافات أقول لكم من الذي كان وراء هذه الحملة. بس الحقيقة أخواني الكرام أن هناك لوبي، أن الحملة هذه
ليس لها علاقة بتلك الخلافات التي رأيتم بقذف عرض جوهرة أو فلان. لا لا لا، هذه حاجة تافهة، هذه شغل عيالات، هذه ما ليست في حسباني أنا هذا الموضوع أبدا خالص. هم ركبوا عليها، بس يعني ركبوا عليها فيما بعد. لكن الموضوع له علاقة بطوفان الأقصى، طوفان الأقصى والتغريدات التي تمت والذي أنزلتها أنا في تويتر، ونشاطي منذ بداية طوفان الأقصى. يعني هناك لوبي صهيوني، لوبي صهيوني، وفي ناس نعرفهم بالاسم، إذا لزم الأمر سنكشفهم يوما ما، بل ونرفع عليهم دعاوى. لوبي صهيوني هو الذي كان يدعم أنني أقسم بالله أنني أعلم الشخص الذي كان يدعم بحسابات تدعم وتعطي الأسود، وأعرفه بالاسم وأين يسكن، وهو الآن يراني، هو الآن يشاهدني، هو الآن يشاهدني ويعرف نفسه. خليك. هم ماذا كانوا يبررون لكم؟ الآن أسعد الشرعي أين أتكلم الآن؟ أنا أتكلم الآن من داخل المغرب ومن داخل مراكش. عندما كان يسأل تجار المقدسات هؤلاء ووطنية التيك توك، أنا اكتشفت أن وطنهم التيك توك. عندما كانوا يقولوا الوطنية هو قصده الوطن التيك توكي، عندما كان يقول المقدسات هو قصده الأسد المقدس مو أسد الأطلس. والله العظيم في العقل الباطن الوطن التيك توكي، الوطنية التيك توكية، المقدسات التيك توكية. كانوا يقولون عشان يخدعوا المغاربة البسطاء مساكين باستخدام المقدسات. كما قلنا لكم، أسعد سب، أسعد قال، أسعد فعل، أسعد يريد، أسعد يمزق، أسعد جاسوس، أسعد مخابرات مع الجزائر، مع قطر، مع تركيا، مع هذا الكلام كله قالوه. أين هم اليوم؟ أين هم اليوم؟ الآن أنا أسأل هؤلاء، عندما كانوا يسألون لماذا تهاجمون أسعد الشرعي، كانوا يقولون دفاعا عن الوطن. ركزوا عليها. أسعد الشرعي لماذا تهاجمون؟ لماذا هذه الحملة؟ قال لك دفاعا عن مغربيت. مالك يا أخي على أسعد الشرعي؟ أنا أدافع عن الشعب المغربي ضد أسعد الشرعي. ليش يا جماعة؟ من هو أسعد الشرعي؟ هذا عدو. أسعد الشرعي عدو المغرب وعدو المغاربة وعدو الملكية وعدو كل شيء. الآن يا مغاربة، يا من ترون الآن، وأنا أريد أن أنهيهم في هذه الدقائق، أنهيهم تماما، أولئك النقافات النوائح المستأجرة من أصحاب وطنية التيك توك، والذين تاجروا بالوطنية وبالتمغربية وبالملكية وبكل مقدس من أجل كسب مادي، من أجل بعض الآن وفي هذه الدقيقتين سأنسفكم. عندما كنتم تصورونني أنكم بهجومكم علي دفاعا عن الوطن، أنتم كاذبون. أنت كنت تهاجمني كي تكسب، ما للوطن دخل. عندما كنت تهاجمني وتقول للناس أنه غيرة على الملكية، أنت كذاب، أنت هدفك الحمرة والبعرة والأسود. عندما كنت تهاجمني على أنني عدو للمغاربة، أنت كذاب، لأنه كان هدفك الهدايا. ليش؟ لأنه ببساطة أسعد الشرعي الآن داخل البلاد. مراكش، أنا الآن في مراكش الحمراء. الآن سؤالي لكم، وسأنسفكم الآن بالقاضية، وإذا كان أحد منكم عنده حياء سيختفي من التيك توك، وإذا كان عندكم أحد أهله ربوه في البيت على الرجولة وعلى الشهامة سيطلع في لايف غدا ويعتذر لأسعد الشرعي. إذا كنت متربي، وإذا كنت ابن ناس من النقافات الذين هاجموني على أنني عدو للمغرب، وعلى أن هجومهم علي كان دفاعا عن المغرب، إذا كنت شجاع بعد هذه الدقائق التي سأقولها الآن، تطلع بكرة تجي تبوسني على راسي هنا وسأسامحك. والله سأسامحك، لأنه حالتك تعبانة، بس سأنهي مسألة أنك تتمترس خلف الوطنية وخلف الملكية وخلف المقدسات. هذه سأنهيها الآن، سأنهيها الآن. أنا صبرت عليكم. لا يحب الله الملكية وخلف المقدسات. هذه سأنهيها الآن، سأنهيها الآن. أنا صبرت عليكم. لا يحب الله. حتى موت أمي استخدموه وشككوا فيه. هناك من قال لم تموت أمه ما ماتت، ويريد يستعطفكم. وهناك من قال أنت ما هذه مقصودة،
أسعد الشرعي أمه ماتت يوم الذكرى المسيرة الخضراء وقبل الحفل، يعني تدخلوا في عمل عزرائيل ملك الموت، دخلوا في شؤونه. ما كان عندي رقم تليفونه أقول له يا أخي أجل موت الوالدة يا أخي شهرين يومين ثلاثة إلى أن تأتي. حتى موت أمي أدخلوا في الموضوع. مورست علي حملة جبانة، حملة حقيرة لم ينخرط فيها إلا قليل الأصل، قليل التربية، قليل الدين، قليل الخلق، عديمي الضمير، وأنا ساكت. الآن أنسفهم. الآن يا من صورتم للمغاربة في التيك توك على أن هجومكم على أسعد الشرعي كان دفاعا عن الوطن ودفاعا عن تمغربيت، دفاعا عن الأمازيغ، الذي صوروا للناس أنني عدو الأمازيغ وعدو المغرب وعدو الملكية وعدو كل شيء. أنا الآن داخل المغرب. سؤالي لمن كان له عقل: أيهما أكثر حرصا على مصلحة الوطن؟ أولئك النقافات الذين هاجموا أسعد الشرعي النواحي المستأجرة أم السلطات الرسمية في البلاد؟ يلا ردوا، طلعوا من جحوركم، اطلعوا. أنا عارف أن الدرس قاسي، الدرس موجع، الدرس مؤلم. هل أنتم عندكم خبرة عمن هو عدو للبلاد ومن هو صديق للبلاد أكثر من سلطات المطار؟ هل أنتم عندكم إلمام ومعلومات عن أن أسعد الشرعي عدو للمغرب بينما مخابراتكم لا تدري؟ هل أنتم عندكم غيرة على الوطن والوطنية أكثر من الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة؟ ها أنا في المغرب. هل قبض علي أحد؟ هل استجوبني أحد؟ هل طردني أحد من المطار؟ هل قال لي أحد من المطار؟ لا، بالعكس. سي اليمني مرحبا في المطار، والله لا أقف في الطابور، لا أقف في الطابور في المطار، والله لا أقف في الطابور في المطار. شوفوني هناك يجيبوني على جنب ويختم لي مرحبا. في مداخل المدن شرعي مرحبا طريق السلامة. أنت أيها المتكتك يا من تبحث عن الكسب، يا من تبحث عن الأسود باسم الوطنية وباسم الملكية، هل أنت أكثر حرصا على سلطات البلاد من أمن البلاد؟ هل أنت اكتشفت أنني عدو للمغرب وهم لم يكتشفوا؟ عندما صورتني عدو للمغاربة هل صدقك أحد في الشارع؟ هل رأيتني وأنا أتجول في العيون وفي الداخلة وفي بوجدور؟ هل رأيت القبائل الصحراوية وهي تعرض علينا ونتغدى معهم ونمشي معهم ونحتفل معهم كل شيء؟ هل رأيتني وأنا مع كبارات رجال الدولة في مدينة العيون داخل في نفس الصالة ونحن نحتفل معهم؟ هل رأيتني؟ هل أحد منعني؟ هل أحد قال لي شيء؟ إذن وعلى المغاربة الأحرار أن يحاربوا هؤلاء تجار المقدسات. يتمترسون خلف المغرب، عنده مشكلة شخصية معي، المغرب، الملك، الملكية، وهو يعلم أنني لا عندي مشكلة لا مع الملك ولا مع المغرب ولا مع الشعب، لكنه استخدام بئيس للبلد واسم البلد يا أخوان شوهوا اسم المغرب، أقسم لكم بالله شكل محزن جدا. أنهم كانوا يقولوا للناس اطردوه لا تضيفوه، قولوا له كذا، قولوا سبوه لعنوه كذا. لماذا تصور الشعب المغربي على أنه شعب همجي مثلك؟ لا. إذن التمترس خلف الوطنية لكسب الأسود نسف. انتهى يا مغاربة. سجلوا أنا قلت لكم انشروا كل شيء، انشروا كل حاجة ولا تخلوا شيء. أنا بطلعكم اللي طالبين الحديث. صافي. المتاجرة باسم الملكية من أجل الكسب، من أجل المال، من أجل اللايفات، هذه أعتقد أن اليوم هي الفاصلة بعد سقوط تلك الحملة البائسة الفاشلة. أنا في المغرب. هل يجرؤ أحد هؤلاء أن يأتي الآن وأقف أنا وهو أمام القاضي المغربي؟ أنا أحترم المغرب، والله أن هؤلاء النوائح المستأجرة لا يحترمون بلدهم ولا يقدرون بلدهم ولا يعرفوا قيمة بلدهم، متاجرة فقط. أنا داخل المغرب في كل ثقة في عدل الملك والسلطات والمخابرات، أسول وأجول، ما عنديش مشكلة حتى لو يعدموني بكرة. تعالوا اشتكوا بي تعالوا عند القاضي المغربي. إنكم
لما تشوف الأسد يرتاح قلبك. هنا تحققت الوطنية التكتوكية، تحققت الوطنية التكتوكية بما يكفي. وصل بهم الهذيان الإفلاس، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. كانوا ينتظرون يا أخوان، ينتظرون كل أي حاجة يعملها علشان يعملوا مادة من أسعد الشرعي، لدرجة أنه منذ أن ماتت الوالدة إلى اليوم وأنا ساكت ما عاد لقيوش مادة، ما لقيوش خالص. تخيلوا أنه لايف كامل عشان خاتمي هذا، خاتم سليمان الذي ممكن ينقل العرش من عملوا عليه لايف. ليش أسعد الشرعي نقل خاتم سليمان من الشمال إلى اليمين؟ وعندما تسألها عن الله لايف كامل عن الخاتم حقي، خاتم سليمان هناك. هذه إشارة، أسعد يعطي إشارة لجهة ما. أسعد هنا يرسل رسالة خطيرة بنقله الخاتم من الشمال إلى اليمين. هو يرسل إشارات، يرسل حاجات، يرسل كذا. لايف أنني نقلت الخاتم من الشمال لليمين. وعندما تسأل لماذا هذا اللايف قال دفاعا عن الوطن. خرب بيتك، ما دخل الوطن في خاتمي يا أخي، لا تفكر. قال دفاعا عن الوطن. خرب بيتك، ما دخل الوطن في خاتمي يا أخي، لا تفكر. لايف كامل. أسعد الشرعي مص إصبعه، لا احترم النسوان ولا احترم. يا وحي مالك يا حبيب؟ قال دفاعا عن انت مغربيت، دفاعا عن الامازيغ. سعد الشرعي مص اصبعه، سعد الشرعي مص اصبعه. اذا يا مغربيت، ما انت مغربيت يا مقدسات يا مغربيت. لا حول ولا قوة الا بالله. حاول يا جماعة انه ما اضحك لانها مأساة، هي مأساة حقيقية، مأساة حقيقية والله العظيم. عملوا لايف أنني شديت القرعة من عبد الواحد كذا بطريقة يعتبرونها انظروا لا يحترم المغربي، الذل عند عبد الواحد. الله، أسعد الشرعي احنا ندافع عن المغاربة. أسعد الشرعي أخذ القرعة من يد عبد الواحد بطريقة الشعب المغربي، بينما هم يسبون عبد الواحد من الصباح للمساء وينتقصوه ويعتبروا خائن للوطن وكل شيء. وأنا شديت منه القرعة كما يقولون هم، شدها بقوة. إذن هو كذا. أي خرابيط عندكم يا جماعة، أفلسوا، جننكم والله، رونتوها على رؤوسكم انتو. أنا قلت لكم انتو بتحاربوا المرضي، انتو بتحاربوا واحد نيشان، بتحاربوا واحد واضح، بتحاربوا واحد صافي نقي، ما فيش معي، لذلك ستتعبون. أنا ماشي طوالي لذلك ستتعبون فيني. لاحظوا أنكم كيف من هنا كيف تنبحون والقافلة تسير. سعد الشرعي يسير. يا سلطات البوجدور اقبضوا على أسعد، يا أهل الداخلة سبوا على أسعد، يا عيبة سبوا. والقافلة تسير وأنا والمغاربة سمنا على عسل، ما عندناش أي مشكلة. لما فشلت الحملة وأيقنوا أن الحملة قد فشلت بما لا يدع مجال للشك، وسقطت كل المتارس الذين كانوا يتمترسون خلفها. الآن أتحدى أي واحد من هؤلاء التجار المقدسات أو من هؤلاء الذين النوائح المستأجرة أن يأتي ويقول أنا هاجمت أسعد الشرعي دفاعا عن الوطن، أو أنا هاجمت أسعد الشرعي دفاعا عن المغرب، أو أنا هاجمت أسعد الشرعي دفاعا عن أنه يفعلوا أنه أسعد الشرعي جاسوس. تخيلوا أسعد الشرعي جاسوس ودخلنا المطار وراح ويجي ويسلموا عليه ويحترموا ويسهلوا له. رحت القرقارات بدون ترتيب، بدون تنسيق، بدون كل شيء. أول ما شوفوا السي اليمني مرحبا ودخلوني، ختموا لي في الجوز ودخلت. بينما ردوا كثير من الصحفيين الأوروبيين يردوهم من داخل مطار مراكش يقول لك أنت عدو للمغرب. أنا ما حد ردني، لذلك لا يستطيعون. بعد هذه انتهى الموضوع. آخر حاجة أقولها أنهم في ناس ركبوا الموجة وركبوا الحملة، فلما رأوا أن الداعم بعد أن أنا وصلت المغرب وطفت المغرب وذهبت إلى القرقارات وذهبت إلى السمارة والتقيت بالناس ودخلت وسط الأسواق واحتكيت بالمغاربة وشاركتهم الفرحة رغم حزن أمي، أقسم لك بالله حتى هذه القيمة
أحرموني منها. والله يا أخواني، وهذه أقولها لكم صراحة، ما حد كان داري. خبر الوالدة جاءني قبل 3 ساعات فقط من الذهاب إلى صالة المؤتمرات عشان نشارك في حفل نستمع لخطاب الملك محمد السادس. قبل 3 ساعات جاءني خبر أمي، فبقيت في حيرة. فعلا كنت في حالة سيئة جدا من تحت تأثير الصدمة. قلت الذي حولي، قلت خلاص انتوا روحوا يا جماعة وأنا بقعد لي في الفندق. بعدين حسبتها، ليش أقعد في الفندق؟ الفندق سيقتلني الهم. إذا نذهب مع الناس ولو على وجع، ولو أنني موجوع، ولو أنه في القلب وجع وفي القلب ألم، أروح أشارك مع الناس. ولو أنه اتضح من وجهي، كل الناس الذي رأوا وجهي كان واضح، يعني حزين تعبان مرهق. ومع هذا ذهبت وشاركت إخواني المغاربة ذكرى المسيرة الخضراء بعد وأمي ميتة قبل 3 ساعات. شاركتهم الفرحة رغم الألم والوجع في قلبي. هناك من المغاربة الغالبية العظمى قدروا هذا الأمر، قدروه تقدير عالي، بينما بعضهم استثمره استثمار جبان حقير. عندما خرجت بعد الحفل لقيت طفل صغير أذهلني بكلامه الجميل، طفل من سكان العيون، صحراوي مغربي، ضحكني وأنا على ألم، كنت أضحك من وراء قلبي. واحد ماتت أمه قبل 3 ساعات يا جماعة، وشاركت المغاربة وشاركت كل شيء، وكان بعضهم كذا يضحكني أثناء اللايف، فجاءوا قالوا أسألكم بالله، هذا شكل واحد ماتت أمه يضحك وأمه ميتة. عادي يا أخي، جاملت الناس، ذهبت احتفلت مع الناس، جاملت أن ماذا تريدني أذهب يعني حتى أمي يا جماعة ما الداعمين، دعوكم من هؤلاء من النوائح المستأجرة الذي كانوا يسبوني باسم الوطنية وباسم هذولا، خلوهم على جنب الآن. الداعم الذي كان يدعم ويضخ الأسود، لما رأى أنه أسعد جاء ودخل وراح ومشى وأكل الطعام، مشى في الأسواق ودخل بين الناس ورحبوا به، والقرقارات والسمارة والعالم، ودخل وسط العالم والمغاربة كلهم معه، وقف الدعم ولا ضرب أسد ولا عزاد جاء أسد على طول. أول ما انتهت الأسود تفكك ذلك الحلف الذي كانوا كلهم مجتمعين على قلة الخير، على تخويني وعلى اغتيالي تيكتوكيا وعلى تشويهي وعلى التحريض علي. ما تركوا وسيلة، تفككوا، كل واحد راح في مكانها، كل واحد الآن بدأ. فبعضهم يريد يرجع لبيت الطاعة عبر ماذا؟ عبر المصالحة. ركزوا على هذا الكلام، وأنا قلتها لكم في مقطع قبل قليل. جلسوا يلاحقوني من أقادير، سعد تعال نصلح بينك أنت وزيد، أنت وعمر، واهرب. للأمانة أنا أقولها الآن، أنا هربت منك. أنت يا من كنت تبحث عن المصالحة، عندما لحقتني إلى أقادير أنا هربت. لحقوني للعيون، وعبر أناس آخرين قد مرتبين أنه أسعد الشرعي أول ما يصل العيون نصلح بينه وبين زعطان وبين فلتان. طبعا هنا هو ليس حبا في الصلح وليس حبا في المصالحة، هم يريدوا لأنه ما عاد فيش حملة، والحملة انتهت والحملة فشلت، في واحد بعضهم ركب على هذه الحملة وخرج من المولد بلا حمص، الآن يريدوا يرجعوا بيت الطاعة عندي باسم المصالحة. وأنا أقول لهم يا جماعة أنا ما عندي مشكلة مع مغربي، مع من تصالحوا، ما عندي أنا إيش حكاية المصالحة، إيش حكاية الحب في المصالحة هذه. والله لحقوني إلى أقادير، وتجاهلتهم وسافرت، وكانوا ينتظرون إلى أن آتي إلى العيون، لكنني كنت أستخدم مسألة التمويه، ما كنت أخبر أحد أين أنا. أقول لهم لن أذهب إلى القرقارات تشوفوني في القرقارات، أقول لهم أنا ذاهب إلى العيون يلاقوني في داخله. توهتهم، ما عرفوا. كانوا قد مجهزين مجموعة، جاءوا ركبوهم بالطائرات وجابوهم إلى العيون، إنه لما يأتي أسعد امسكوه وجلسوا معه وصالحوا بينه وبين زيد أو عمرو، ليس حبا في الصلح وإنما إنقاذ طرف ما عشان يرجعوا بيت الطاعة. فشلوا في العيون، لأنه أنا قعدت ماطلهم إلى أن ذهبوا قبل ذكر المسيرة بيومين. مغاربة متكتكين مغاربة جاءوا يحتفلوا بذكرى المسيرة، فجاءوا قبل الذكرى ب3 أيام، وقبل قبل يوم الذكرى الذي هو 6 نوفمبر رحلوا. أنا جيت، فشلت موضوع أنهم يعملوا مصالحة في العيون، فلحقوني إلى هنا إلى مراكش.
وجاءوا عبر شخص محترم أنتم تعرفونه، لا أريد أن أذكر اسمه، يعلمون أنني أحبه كثيرا وأجله وأقدره تقدير عالي، فجاءوا عن طريقه. لم يظهروا لي تلك الأسماء التي كانت في أكادير ولا في العيون، لأنهم يعلمون أنني سأعلم أنهم هؤلاء من اللاهثين حول المصالحة، أنه يريدون مصالحة وليس حبا في المصالحة، لأنني سأكشف لكم الآن أنه ليس غرضهم ليس لله، وليس حبا في الصلح، وليس حبا في المصالحة أبدا أبدا. هم يريدون إنقاذ أحد المتورطين الذي أصبح مهووسا مرتبكا مرتعدا متخبطا، وأنا حزين عليه حقيقة. حاولت أني أنقذه أساعده، ما مسكين، ما أخذته العزة بالإثم. وهذا الإنسان عندما يركب رأسه ويأخذ العزة بالإثم وما يسمع النصيحة ممن يحبونه يتورط، يصاب بلوثات نفسية، يصاب بانفصام في الشخصية. جاءوا بشخص يتصل بي وأنا في الرباط، جاي من الرباط على مراكش، يقول لي أخي سعد أنا أريد أشرب معك قهوة. وين أنت يا أخي؟ لا الحبيب قلبي فلان، تعرفون أنتم تعرفوا بس ما أريد ذكر اسمه، أهلا حبيب القلب. وجاء ولم يذكروا لي بالآخرين الذين لاحقوني في أكادير وفي العيون. وصلت قال إحنا في فندق رونالدو. يلا رونالدو ولا ميسي مو مشكلة. رحنا جلسنا، ألاقي في الأخير أكتشف أنه ذلك الأخ الذي باحث عن المصالحة في أكادير وفي العيون هو نفسه موجود في مراكش للبحث عن مصالحة. وألح علي إلحاح، وأنا هنا سأعاتبه أمام الكل دون ذكر اسمه. أنا وعدت أن المجالس بالأمانة لن أذكر اسمه، لكنه تعدى علي بطريقة غير مباشرة. عندما يأتي لي يقول لي اعتذر لفلان، أنا فلان هذا صار له يسبني شهرين وهو يسبني، وفي الأخير يجي هذا الوسيط المحترم الذي نواياه سليمة جدا وباغي الأجر من رب العالمين، يقول لي أخي سعد أرجوك، يعني عمل كل شيء، ترجاني أنه أطلع دقيقتين كذا، طيب نفس فلان يعني فلان قد الجماعة تركوا هؤلاء أصحاب الأسودة والنمورة، قد الحين كذا حالته حالة، عمل له كذا ماء الوجه عشان يرجع بيت الطاعة. فأنا أخي صديقي الذي استخدموه كي يستدرجني إلى مراكش إلى هذه الجلسة سحبته، قلت له فلان أنت ما فاهم والو، هو مسكين جاي بنية الصلح ولا هو داري بشيء. فسحبته قلت خرج منها، هم يريدوا يحرجوني بك لأني لن أستطيع أن أقول لك لا، لكن أرجوك خرج منها. خرجته منها وقلت لهم حينها، قلت أنتم طالبين الصلح، يعني أنتم غرضكم فعلا أنه الصلح خير والمصالحة والتسامح والمحبة بين الناس. قالوا إيه والله. قلت والله يا أخي ابحثوا عن الخلافات مغاربة التيك توك، ليش مركزين على الصلح بيني وبين من سبوني أنا أسعد الشريف؟ أنا عادي، انسوني يا أخي، أنا مو مهم، أنا يمني اختلف مع مغربي، وش قضيتك أنت؟ الأدهى والأمر أنه مغربي يختلف مع مغربي، أليس الأولى بك أنت يا باحث عن الصلح؟ هو لا يريد الصلح ويريد إنقاذ شخص ما بطريقة للأسف كانت فيها نوع من العنجهية. شخص صار يسب لي شهرين ويقول لي أنا أسعد شوية، أنت الذكي وأنت العبقري وأنت الحكيم والإيمان يماني والحكمة يمانية، أعطيه كلمتين كذا يعني في التيك توك كذا عشان ما الوجه هذا. قلت له هو الذي يسبني، أنت المفترض لو عندك دم تروح تقول له هو يعتذر لي، لا أنا المطلوب مني أعتذر، وأنا الذي أسب منذ شهرين. يقول لي سؤال. حسمت لهم الموضوع. طبعا هذولا ما جاءوا يبحثوا عن المصالحة والحملة قائمة. أين هم والحملة قائمة؟ عندما كانت الحملة والسب واللعن كل يوم لايفات على أسعد الشرعي، لايفات على أسعد الشرعي، لم يأتي أحد منهم ليقول مصالحة، ولا واحد جاي يقول لي الصلح خير وإصلاح ذات البين ويا أخي سعد، لا أبدا خالص. سكتوا لأنهم كانوا يظنون أن هذه الحملة الممنهجة والمنظمة والمدعومة ستنجح، فلما رأوها فشلت. بمجرد وصولي إلى البلاد وإنهائي لرحلة الصحراء الأقاليم الجنوبية انتهت حملتهم.
يبدأوا ينقذوا الذي خرجوا من المولد بلا حمص وخرجوا وحرقوا، الذي حرقت كروتهم، حرقت وجوههم، أصبحوا أمراض نفسيين وحالتهم حالة. قلت له يا أخي إذا أنت حريص على الصلح خليني أنا إنساني يمني براني أختلف مع المغاربة، مغاربة التيك توك، أختلف مع مغاربة التيك توك، ما ليس الموضوع ذو أهمية. اذهب إلى الجوهرة الذي قذف عرضها واصلح بينها مع من قذف عرضها. رحيل قال لا 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 خليها. قلت ليش خليها؟ قال احنا نريدك انت. قلت ايش دخلك فيني يا اخي؟ تصالح ما تصالح، اذا انت تريد الصلح شوف مغاربة التيك توك انفسهم، صلح بينهم قذف اعراض، بينهم تجريد من الجنسية، بينهم انتقاص للمواطنة، بينهم قذف تجريد من الوطنية، بينهم كل شيء. ايش معنى جيت تمارس الصلح علي؟ قلت له مع احترامي لك انت لا باغي صلح ولا تريد صلح، انت تريد ان تعيد فلان الى بيت الطاعة ولن يعود. من هنا أقول جهود المصالحة انسوا هذا الذي خرجوا من بيت الطاعة. قلت لهم سيعودون وسأرفضهم. أنا قلت لهم سيعودوا لأنهم لئام. لن أسمح لشخص حتى تكلم على موت أمي وشكك في موت أمي، والله لو كان ما يرجع عندي المنصة. سأوجد منهم أفضل منا وسأكتشف أصوات أفضل منهم 1000 مرة يريدون إعادته إلى بيت الطاعة. وأنا قلت لكم من أولها سيعودون إلى بيت الطاعة وسأرفضهم، لكن يبقوا على الواقع إخوة وأصدقاء. أنا لو واجه في الواقع صاحبي، لكن بيت الطاعة يا صاحبي أنت ما عاد لك مكان عندي، ولا ترسل وساطات ولا تبعث على وساطات ولا هم يحزنون أبدا. انتهى موضوع، انتهى. أنا بادئ منصة جديدة بوجوه جديدة وبسياسة جديدة وباستراتيجية جديدة، انتهى الموضوع. صافي روح يا أخي، أنتم يا أهل الحل والعقد اللي كنتوا تتفرجوا على هؤلاء الشذاذ الآفاق ولا واحد منكم نصح اتصل بي يقول يا جماعة ما يصير قذف الأعراض، سب فلانة، سب علانة، انتقاص المواطنة، ولا قعدتوا تتفرجوا. بعضكم من أهل الله ورموز دين وشيوخ ومفتين وعلامات ما شاء الله ولحى والدين وسجدة ويتفرج، وهو يرى الحالقة في مغاربة التيك توك تحلقهم حلق، تخوين، قذف، كل شيء، ولا تكلموا. جو عندي أنا يقلدوا فيها مصالحة. لا مو مصالحة، هذه محاولة للإعادة إلى بيت الطاعة ولن يعود أحد. هذا شيء أتمنى أنكم تستوعبوا. أختم برسالة شكر. رسائل. الرسالة الأولى لكل من لم تهتز ثقتهم في أسعد الشرعي. تعظيم سلام. الناس في الدنيا معادن، ما دام عرفتم معدن أسعد الشرعي وعرفتم أنني محب للمغرب وعاشق لهذا البلد وصديق لهذا البلد ومحب لهذا البلد، ولم تهزكم تلك الحملة، ألف شكر وألف تقدير على ثباتكم وعلى رفضكم للوصاية أن تنبذوا أسعد الشرعي وأن تحاربوه. شكرا لكم وألف شكر. الرسالة الثانية لمن خضعوا للوصاية، أقول عيب أنت أيها المغربي أن تجعل فلان يتحكم فيك مع من تمشي ومع من لا تمشي، ومن تقابل ومن لا تقابل. إذا كانت فيك ذرة رجولة عليك أن يكون لك ذات، ويكون لك يعني رأي، ويكون لك نفسية وشخصية. ما يجي لك واحد ألو اسمع سعد الشرعي جاي لا تركب معه لا تضغط وانت تقول له حاضر. سقطتم أنتم، سقطتم. أنا بالنسبة لي جيتم رحتم ما عندي أي مشكلة، ما عندي أي مشكلة إطلاقا. يعني أنتم الذين عندكم مشكلة، أنتم فقدتم ذواتكم، فقدتم شخصياتكم، جبنتم، تخليتم عن مغربيتكم، عن أخلاقكم، عن ضمائركم، عن كل شيء. الرسالة الثالثة للنوائح المستأجرة، خلونا نوجه لهم رسالة. إذا لم تستفيدوا من درس اليوم فاعلموا أنكم مساخيط الوالدين. إذا لم تستفيدوا من هذا اللايف وتستفيدوا من زيارة سعد الشرعي هذا، أنتم مساخيط الوالدين. إذا لم تدركوا أنكم تحاربون المرضي، أنتم تحاربون المرضي الوالدين، تحاربوا واحد معي من الله حافظا ونصيرا.
أنا لا أخاف، والله العظيم ما خفت من حملتكم من أول يوم. حتى أن البعض كان يتصل ويقول يا أخي شهادة الهجمة عليك، يا أخي ليل ونهار أسعد الشرعي، يا أخي شهادة التيك توك ليس له هم إلا أسعد الشرعي. وأنا أقول له سيتبخرون كلهم، والله العظيم ما هزيت فيني ولا شعرة. أنا ربما حزنت من اللؤم، من لؤم البعض. شخص أكلت معه عيش وملح، وشخص بيني وبينه عشرة، ثم يطعنني في الظهر. هذا الذي آلمني. أما الحملة، أنا جيت المغرب، جيت وعلي تهديدات، كانوا يهددوني قسما بالله لن تدخل، نتحداك أن تدخل، وإذا دخلت والله سيسبونك، والله سنأتي ونطعنك، والله سنأتي ونقتلك، سيلفظونك، سيعملون لك، سيحرجونك في الله. وجيت لأنني أحترم المملكة المغربية الشريفة، بينما هم لا يحترمونها. لو كانوا يحترمون هذا البلد لما صوروه لي على أنه يحكم بعصابة، صوروه كأنني جاي عند عصابة. أوه بياخذوك من المطار، أوه الشعب المغربي ما عنده أخلاق، سيقذفك بالشارع بالقوارير، سيسبونك، سيقولون عنك كذا وكذا. وجيت، ورغم عن حملتكم وفلوسكم وأسودكم وحميركم وبغالكم، جئت المغرب ووطأت المغرب ودخلت بين المغاربة، وأنا ما زلت بين المغاربة، بين إخواني المغاربة، وأنتم فضحكم الله الذي يعني يمهل ولا يهمل. أنتم بالغتم، أنتم تماديتم، أنتم يعني أخذتكم العزة بالإثم، أغرتكم الأموال، أغرتكم الأسود، توجهوا سهامكم علي. أنا ظلمت، ومع هذا أقول هذا الكلام. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومع هذا لم أجهر بالسوء من القول. أنا لا أحد الآن أفضحكم فقط، أما لو أواجهكم بأساليبكم والله خليكم تمشوا في الشارع تحدثوا أنفسكم. لكنني كما قلت لكم من الداخل أنظر إلى من هو فوقكم، أنظر إلى الراية المغربية، أنظر إلى جلالة الملك محمد السادس، أنظر إلى المغاربة الأحرار، أنظر إلى مغاربة الواقع، أنظر إلى الدولة، إلى المؤسسات، أنظر إلى هؤلاء الناس فأتجاهلكم وأتجاوز عنكم. يعني في كل بلاد تلقى شوية ناس رديئين، وأنتم أردأ ناس شفناهم في المغرب للأسف. حتى المغاربة أصبحوا يأنفون أن يقولون عنكم مغاربة، لأنكم لا تمثلون أخلاق المغاربة ولا أخلاق بيوتكم ولا أخلاق شيء. أنتم شديتم عن الإجماع المغربي وعن الخلق المغربي وعن أخلاق الملوك. إيش يقول لك أنا أخلاق الملوك؟ وين أخلاق الملوك يا أخي؟ أنت وين؟ أنت بحاجة إلى إعادة تربية، بحاجة إلى إعادة تأهيل، نأهلك ونرجعك من جديد. أما الرسالة الأهم والأخيرة فهي للسلطات الرسمية في البلاد. شكرا لكل دركي ولكل جندي ولكل شرطة، من القرقارات إلى داخل مراكش، الذين كنا نجدهم في مداخل المدن وفي مخارج المدن وفي بوابات المؤسسة وفي مدخل القرقارات وفي مدخل السمارة وفي كل المدن الذين كنا ندخل، وكل الجهات الرسمية. تعظيم سلام لكم، واحترامي وتقديري للمؤسسات المغربية المحترمة القانونية الجميلة الرائعة، الذي حاول البعض أن يشوهها ويصورهم على أنه مجموعة عصابات. ألف 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 شكر للجهات الرسمية، ألف شكر للدرك الملكي، لكل تكوينات الشرطة هناك اللي أنا للأسف لا ألم بها، قوات مساعدة كلهم. والله يا أخواني أقسم لكم بالله أنهم سهلوا لي تسهيل، وأني كنت أخجل في مداخل المدن. أحيانا كنا نخالف، دعوني يعني أفشي هذا السر. خالفت أنا بسببي، أنا أقول لعبد الواحد يا أخي دوس امشي، يعني امشي يا أخي سير، يعني ويتعدى ويضرب هالرادر. لما يجوا لعندنا أول ما ينزل يشوف من النافذة، سي اليمني مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا، سير طريق السلامة طريق السلامة. والله عسل، والله العظيم عسل. وهذا الحزام كنت أنساه أحيانا، أنساه بسبب أنه أنا عندي إعفاء صحي في بريطانيا ما أستخدمه. وقفوني وين الحزام، لما يجي يشوفني يقول والله يا أخي مرحبا. أقول له أنا آسف، أنا عارف أني مخالف، لكن والله وبالله وتالله أن عندي إعفاء صحي، بس نسيت أني أجيبه معي، سامحني. قال لا تفضل. تمشونا تسامحوا معنا رغم أننا خالفنا القانون أحيانا، ومع هذا تسامحوا معنا وأظهروا لنا ود
واحترام. اتضح أنه هؤلاء كانوا يصيحوا، صار لهم شهرين النوائح المستأجرة كانوا يفكرون قد المغرب كله يسمعهم والجهات الرسمية تسمعهم والشعب طلع ما هم دارين بشيء. قسما بالله يا جماعة أثروا على ناس شوية. في واحد أقول لكم هذا الحكاية وأختم بها. أحد الشباب في أكادير جاء مقلوب، وجهه مقلوب، يا لطيف فجعني والله العظيم. كنت أقول هذا عنده مشكلة نفسية هذا الأخ. كانت سيارة عبد الواحد بيزينوها، كانوا يعملوا لها العلم اليمني قبل أن ننطلق في الرحلة، قبل الانطلاق في الرحلة إلى الصحراء بيوم. جاء واحد شاب كذا طويل عريض، قلت هذا لو لكمني يموتني، الله يستر والله العظيم. جاء مشحون كذا هكذا، أنت سعد الشرعي، أنت سعد الشرعي. قد الشرر قد بيقدح من عيونه. قلت أيوة أنا، مرحبا أهلا وسهلا، وابتسمت له. قلت قبل كل شيء لو سمحت اقعد فوق الكرسي، اقعد يا بنت هاتي الشاي. وجات البنت الشاي وهو بيقليه فوق الكرسي، يريد يبلعني. ما مالك يا صاحبي؟ هذا الظاهرة الوحيدة الذي حصلت، هذا الواحدة التنمر الذي حصل، وشوفوا كيف انتهى. قال أنت سعد الشرعي. قلت يا أخي والله أنه أنا مالك، صلى على النبي، ايش فيك أنت؟ أنا سعد الشرعي نعم. قال يا أخي قسما بالله طلع طيب. قلت ليش أنت ايش كان فيك؟ قال قسما بالله إني كنت أدور عليك لو ألاقيك إني أسبك وربما أضربك وربما أمسح بك البلاط. قلت له ليش يا أخي؟ قال لكن إنك يا أخي تعاملتني بالطيب وابتسامة وجبت الشاي قلت ليش أنت كنت مشحون؟ هم حرضوا علي ناس كثر، لكنه نصف هذا التحريض بمجرد دخول البلاد، لأن المغربي حسبها. هؤلاء قالوا لنا أن أسعد عدو للوطن، هؤلاء قالوا لنا أنهم هجومهم على أسعد يدافعون عن الوطن، وأسعد عدو المغاربة، أسعد عدو الأمازيغ، أسعد قال في الملكية وقال، لكن بعضهم حسبها، لكن أسعد في البلاد فنسفت. إلا البعض مثل هذا الأخ عدو كان متشنج. قال لي يا أخي في مقطع، طلع لي مقطع من الزبالة اللي هم نبشوها من الزبالة على أنني أسيء إلى رمز البلد. قلت له اسألك بالله يا أخي، اسألك بالله أين أنا الآن؟ وهو قاعد مسكين كان متوتر هكذا. قلت له أين أنت الآن؟ أين نحن الآن؟ قال في أكادير. قلت يعني في المغرب؟ قال لي. قلت أنت الآن شفتني منين دخلت أنا؟ قال من مطار مراكش. قلت أسألك بالله، في واحد سيقول هذا الكلام على رمز البلاد ثم يأتي بعد يومين إلى البلاد؟ قال ها والله صح. مسكين كان عقله قال والله صح يا أخي أنا آسف. وتقهوينا ورحنا، راح ويبوسني. يا مساخيط الوالدين. يعني تصوروا واحد من أكثر عشاق المغرب، من أكثر الناس عشقا للمغرب، تصوروا على أنه عدو للمغرب. يا الله. يعني ابحثوا لكم عن أشياء أخرى مرة أخرى. وأنا من الآن أقول لكم أنا راجع بعد شهر، من الآن أقول لكم أنا راجع إلى المغرب بعد شهر وإلى الصحراء في عملية بحث واستقصاء عن القبائل الصحراوية. صافي. أنا هنا أكملت كلامي، إلا إذا في حاجة تذكروني إياها، إذا في شيء ذكروني إياه، خلوني بس عشان ما أنساش. بعدين نفتح القسط لكم عشان تطلعوا عشان تطلعوا أنتوا تتكلموا إذا تريدوا. بس خلوني أنا أتأكد. أنا أول مرة أحضر، لأنه كنت كل ما غلطوا علي كنت أسجلهن. طيب أنتوا إذا حدا حاجة هنا قلتوا لي حاجة أيوة. ومع هذا دعوني أيضا أعلنها، أنه احتراما للراية المغربية، واحتراما للمؤسسة الملكية، واحتراما لمؤسسات الدولة، واحتراما للمغاربة الشرفاء المخلصين الأحرار، أنا سامحت كل من أساء إلي. اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم البؤساء، اذهبوا فأنتم شذاذ الآفاق. سامحكم الله. وأتمنى أن تعملوا مراجعات
وتعملوا مصالحة. أيضا قلت للجماعة اللي قاعدين يتابعوا المصالحة، قلت قولوا لبعض هؤلاء الذين يسبون يعملوا مصالحة مع أنفسهم. أنتم الذين ظلمتموني وتجنيتم علي ومنذ شهرين وأنتم تشوهوني. ها هي المغرب نفسها تنسف أكاذيبكم. المغرب بلادكم، مو أنا. المغرب الذي أنا أتكلم منها هي الذي نسفتكم وكشفتكم وأسقطت مؤامرتكم. مع هذا سامحكم الله. اذهبوا فأنتم البؤساء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن نصيحتي لكم تصالحوا مع أنفسكم عشان تعيشوا. والله فلوس التيك توك يا جماعة تروح وتيجي، ما هي رزق في الهواء. لا تعتمدوا على التيك توك في أرزاقكم. خرجوا يا أخي، خذوا لكم سيارات، اشتغلوا تاكسي. والله هي نصيحة. المهووسين بأرباح التيك توك لا تتأقلموا على التيك توك ولا على اليوتيوب. والله كلما يأتي من مواقع التواصل الاجتماعي يتبخر في لحظة تجد ما عندك شيء. خرجوا، انتم في مداومين وتعترفون. البعض يطلع يقول لك أنا فاتح اللايف أكسب. يا أخي هذا تسول، يا أخي هذا تسول. عندما أنت تفتح لايف تقول للناس اعطوني واعطوني واعطوني وعيالي وكذا وأنا فاتح كذا. خرج يا أخي، خرج اشتغل لك يا أخي، خذ لك تاكسي، خذ لك أي حاجة واشتغل. نصيحتي لكم تصالحوا مع أنفسكم، اجلسوا مع أنفسكم شوية، عندكم انفصامات شخصية. أما هذا على الصعيد الشخصي، على الصعيد الإنساني سامحكم الله. أما منصتي فهذه ليس لكم فيها مكان. انتهى دوركم، خلونا نشوف غيركم، نشوف أصوات جديدة محترمة. أنتم أخذتم حقكم عندي وخلاص، خلوني أشوف لي مجموعة أخرى، مغاربة، توانسة، ليبيين. سأوسع نطاق المنصة، لن تبقى مغربية. وأؤكد للجميع الآن أن هذه المنصة مفتوحة، ليست مغربية. منصتي ليست مغربية. مرحبا بالجزائريين، بالصحراويين، حتى الذي لهم قضية باحترام، حتى البوليزاريو الذي سيناقشوني باحترام، حتى الانفصاليين، حتى الملحدين، حتى المجرمين. الذي سيأتي باحترام دون أن يمس الثوابت والرموز أنا سأقبله. منصتي مفتوحة. منصتي منصة من لا منصة له، ورأي من لا رأي له. باقي عندكم شيء قولوا لي قبل ما أفتح الجست، على سبنا عاد باقي شيء يا جماعة. قولوا لي في التعليقات. أوكي، رايت، صح، كفو. تبارك الله عليك أستاذ سعد. أذكر اسم الداعم. تريدوا اسم الداعم الذي يدعمهم؟ خلوا اسم الداعم. لكن أنا أؤكد لكم إذا استمر في تشكيل هذه الخلايا القذرة لمحاربتي سنكشف عن اسمه. هو معروف، يعني الذي هم متابعين الموضوع وقريبين مني هم عارفين من هو الداعم. بذل فلوس $1000 في اليوم، $1000. والله لو تصدقت بها على الفقراء في المغرب كان الله كتب لك أجر. قال لك إسقاط منصة سعد الشرعي، إسقاط المنصة، منع سعد الشرعي من أن يأتي إلى البلاد. واو 10,000 درهم في اليوم يا مجنون أنت. خلوا الداعم. أنا لا أحب التشهير. لاحظوا أنني لم أذكر اسم أبدا، لكن هو أيوة، يعني الذين جاءوا. بعضهم قال في ناس مغاربة راحوا قلدوا سعد الشرعي بأن يعملوا جولات داخل المغرب. هذه إيش فيها يا أخواني؟ هذه شجعوهم. إذا جاء مغربي من أرض المهجر وترك شغله وكل شيء وجاي يدوز له رحلة، لا تعتبروا أنه يقلد أسعد الشرعي. كنت تسمعهم يقولوا أسعد الشرعي الأصل والباقي تقليد. لا يا جماعة، والله هو الأولى. هذه بلده ومن حق أي واحد أن يأتي ويدوز رحلة ويمشي، بس المهم يتصالح مع نفسه. المهم هو عدم التقليد، لأن التقليد انتحار. خلي لك شخصية وتصالح مع نفسك وتدير النية، يعني يمشي حاجات بالنية. لا تعملش أي حاجات لتقليد فلان أو علان أو للرد على فلان. أما المغربي هو أولى مني بأن يذهب إلى الصحراء ويدوز له رحلة ويعرف بقية المغاربة ببلادكم الجميلة والرائعة. عادي، بالعكس أنا
على مغاربة الخارج أنه تنظموا رحلات عائلية، تنظموا رحلات شبابية، مرة إلى الشمال ومرة إلى الجنوب، مرة إلى الأقاليم، إلى الشرق، إلى الغرب، إلى كل مكان، وطوفوا بلادكم. قسما بالله معكم بلاد لا تمل. قسما بالله أنا أستغرب أنه يجي يقول لي واحد من المغاربة والله يا أخ أسعد أنك ذهبت إلى أماكن لم نذهب إليها، والله يا أخي أنني عرفت بلادي منك أنت أيها المشرقي اليمني. يجي يقول لي كذا، كثير قالوا لي والله، قالوها كثير يقولوها لي. أقول يا أخي ارحلوا. قسما بالله أن لديكم أجمل بلد في العالم، أجمل بلد في العالم، جدير يا أخي في فرنسا أو في بلجيكا أو في أسبانيا أو في كل مكان من مغتربي الخارج، من مغاربة الخارج. احشحن سيارتك وطير، لا تريد خذ مرتك وعيالك ونظم لك رحلة. كثير يعرف الصحراء ومستعد يقدم راسه على الصحراء المغربية والأقاليم الجنوب، لكن عمره ما راحها، وتلقى في أقادير يعني بجنبها مغربي. لا، روحوا عرفوه بلادكم. هاي مسألة غبرة وغبار كما لا امشي في أرضك، شوف البنية التحتية، انظر ماذا يفعل للأقاليم الجنوبية. سافروا كمغاربة. أنا أشد على يد الجميع. وفي واحد الآن منسق معي أنه نعمل جولة من أسبانيا ندخل بها المغرب إن شاء الله، نسق معه، وشخص تعرفونه، قال له بسيارته تعال بلجيكا ونمشي من بلجيكا إلى أسبانيا ونشوف المآثر الإسلامية ومنها نرجع إلى المغرب. قلت حاضر، أنا مستعد أنضم إلى أي قافلة، إلى أي رحلة، إلى أي شباب متجمعين كذا يريدوا رحلة نمشي معاكم وأنا أوريكم المغرب. أنا الذي منكم مش عارفها أنا أصبحت عارف المغرب، عارف كل مكان. أموت في المغرب، والله أموت في هذا البلد. أنا أرجو من اختلف معي مجددا، هذه نصيحة، شوفوا نصيحة حتى لا تقعوا في نفس الإحراج الذي أنتم فيه اليوم. نصيحة أقولها، نصيحة الذي هم حاقدين على أسعد الشرعي، والذي يريدون أن يعادوني تكتوكيا، والذي يريدون أن يغتالوني معنويا، ابتعدوا عن التمترس خلف المقدسات. مغاربة، أرجوكم المغاربة احذروا من هؤلاء، احذروا من هؤلاء كي ينال مني يجيب الملكية والوطنية والتمغربية. لا، أنت عندك مشكلة معي خليها بيني وبينك، لا تقول أنا أدافع عن لماذا تهاجم أسعد الشرعي، أنا أدافع عن الوطن، أنا أدافع عن المغاربة. لا، عيب. أنت هنا تستهين بمقدساتك، أنت هنا تتاجر بمقدساتك، أنت هنا وطنجي تكتوكي. حاربني، اعمل علي حملة، قل لي مسترزق، قل لي فاشل، قل لي كذاب، لكن عدو المغرب، عدو الأمازيغ، عدو المغاربة، عدو الملكية، العميل لإسرائيل، العميل للجزائر، حتى قد عملوني عمل للجزائر. وينه هذاك الأخ اللي قالني عمل للجزائر وأنه محامي في القانون الدولي؟ وينك ما جيت حاكمني يا أخي؟ العميل لقطر، العميل لتركيا. عيب، استحوا. قسما بالله إذا عندكم دم ما تعيدوا تكرروا هذا، ما تعيدوا تكرروها. تعبتوا معي، تعبتكم أنا صح، والله أرهقتكم، خلت فيكم لوثات نفسية، الله يخرب راسكم. ما عرفتوا منين تجولي، جولي شمال، جولي يمين، جو من فوق. يا جماعة أنتم بتحاربوا المرضي. قلت لكم، أقسم لكم بالله أن أمي لفظت أنفاسها الأخيرة وهي تدعو لي، أمي لفظت أنفاسها الأخيرة وهي تدعو لابنها أسعد الشرعي. أمي الذي حرمت من رؤيتها نتيجة مواقفي، ونتيجة أنني صاحب مبدأ، ونتيجة أنني صاحب كلمة، حرمت أن أرى أمي 10 سنين، وماتت أمي دون أن أراها. أنا صاحب كلمة وسأموت صاحب كلمة وصاحب رأي. من أراد أن يحاربني ويخاصمني بشرف، هذا الميدان أمامه. أما التمترس خلف الملك وخلف الملكية وخلف الوطنية وخلف أنني عدو للمغرب، عيب. هؤلاء سأحرجكم وسأؤلمكم، بل سيؤلمونكم أحرار المغرب وليس أنا. الذي فضحكم هي المغرب نفسها، هي السلطات الرسمية، هو وجودي في بلدكم، هذا الذي فضحكم وكشفكم. إلى هنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أنا الآن سامحوني عشان بعدين أستطيع أنزل المقاطع بالسهولة، سأنهي هذا اللايف ثم أفتح لايف لكم للنقاش. سامحوني، أنا آسف طولت معكم، بس دعوني أنهي هذا اللايف عشان يسهل علي تنزيله
ونشره في قناتي على اليوتيوب إن شاء الله، وأفتح لكم لايف آخر مباشرة لمدة ساعة لمن أراد أن يناقش كلامي الذي قلته. هذه تحية لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.